السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة كده مع بعضنا كده. هنعمل شيش طاووق. شيش طاووق ده يا جماعة جميل جدا جدا، وزيه زي كأنك بتاكلي فراخ مع شوية رز بسمتي كده وشوية طحينة. يلا يا جماعة نشوف عملنا الكلام ده ازاي، وكل جماعة المبتدئين ما يخافوش ويخشوا المطبخ ويعملوا الوصفات دي والأكلات دي، هتعجبهم جدا جدا. يلا بينا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. اول حاجه كان عندي اهو صدر فرخه، قطعته مكعبات كده اهي، مكعبات مكعبات اهي. ده كله بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. وايه، صدر فرخه واحد. وجبت علبه زبادي اهي، اي علبه زبادي اهي يا جماعه، ورحت حطاها كلها. ادي علبه الزبادي، وهحط في علبه الزبادي التوابل. ايه هي التوابل بقى؟ توم باودر، بصل باودر، ملح، كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسود، معلقه جنزبيل. اقوم حاطه كل الكلام ده اهو. ومنساش عصره الليمون اهي، نص ليمونيه كده اقوم عصرها اهو يا جماعه. جربوا الحاجات اللي انا بعملها دي يا جماعه، هتعجبكم جدا اهو. فهون بعد ما قلبتها اقوم هغطيها بقى بستريتش اهو، ستريتش اي طبق، كيس نايلو، مغطيها بقى بستريتش وحطها في التلاجة لمده ساعتين اهو يا جماعه اهو. اهي يا جماعه بعد ساعتين طلعتها بقى من التلاجة بعد ساعتين. جميله هي، تتبيله شربت من كل التتبيله. قطعت طماطمايه مكعبات كده اهي، مكعبات كده زي ما انتم شايفينها كده. شلت القلب من جوه وخليتها بس على اللحم واهو. وجبت قرنين فلفل كمان برضو قطعتهم كده مكعبات كده. وجبت بصلايه قطعتها مكعبات كده اهي اهو يا جماعه. وعندي بقى العصيان، عندي العصيان الكبيره دي اللي هي العصيان التخينه دي، وعندي العصيان اللي هي الايه، الرفيعه دي. انا بقى ما عجبتنيش الرفيعه دي، لقيتها بتتحرق على النار، فانا هشتغل من الكبيره دي اهي. يلا نشوف هنعمل بقى الحاجه دي ازاي ونعبيها ازاي اهو. جبت اتنين، جبت اتنين اهو على العصيان الخشب، جبت اتنين. حطيت اول حاجه اهي، جبت بصلايه رحت حطاها مدخلاها لحد الاخر كده اهي يا جماعه. وجبت حته من قطعه ايه الفراخ اللي انا عاملاها اهي. كل حاجه قدامكم اهي اهي، بسم الله ما شاء الله، يعني القطعه كبيره. خلاص اقوم حاطه قطاي اهي برضو في الاتنين، عشان تبقى ايه، ما تسيبش مني ولا تتحرق العصايه اهي يا جماعه. اقوم حاطه لها برضو قرن فلفل. كل حاجه قدامكم اهي، واعملوا وجربوا. واقوم طالعه تاني واخده قطعه فراخ تاني اهي. التتبيله دي جميله جدا جدا. عملتها واقوم رايحه تاني اعيد تاني اللي انا عملته. احط بصلايه وارجع احط طماطمايه اهي، وارجع اجيب تاني حته فرخ اهي، قطعه كده من الفراخ اهي. اعملها ادوار ادوار كده، واروح تاني للقرن الفلفل اهو يا جماعه. واروح للطماطمايه، ارجع تاني احط حته قطعه فراخ، اعملها كده واحده جنب واحده كده. واقوم حاطه البصلايه. جميله جدا وسهله، جنب شويه مكرونه، جنب شويه رز بسمتي، اي حاجه بقى انت عايزه تعمليها اهو يا جماعه اهو. اقوم حطاها جنب اختها اهي. وهعمل برضو اعيد الموضوع ده تاني اهو. هعمل تاني اهو عصايتين مع بعض، واقوم حاطه بصلايه اهي للاخر. وبعدها اقوم حاطه قطعه من الفراخ، وبعدها احط طماطمايه وقرن فلفل. شكلي بقى في الفلفل اللي هو الالوان اللي هو الكبير ده احنا ما بنحبهوش، عندي العيال ما بيرضوش ياكلوه، فبجيب الفلفل البلدي ده اهو. وارجع تاني اشكل اهو يا جماعه. يلا احط بقى يا جماعه، اعمل الرز البسمتي
جنب ايه، جنب الفراخ دي، جنب الشيش طاووق ده. اقوم حاطه بقى عودين قرفه، وحاطه حبهان ورق لوري اهون، اهي القطاء البصلايه دبلت بس اهي، واقوم ساقطه عليها جزرايه مبشوره، يديها طعم بقى جميل وتحفه جدا يا جماعه. جربوا الحاجات دي يا جماعه، وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. اقوم بقى ساقطه الرز، حطيت الرز اهون، طبعا انا جايباه من نضيف اللي هو اصلا مش محتاج غسيل اهو يا جماعه. اقوم حاطه له بقى الميه والملح بتاعته اهو، حطيت اهون الملح اهون معلقتين كبار كده. طبعا هحط الميه مثلا لو انا عامله كوبايتين هحط ايه 3 كوبايات ميه، لو انا عامله 3 كوبايات رز هحط ايه 6 كوبايات ميه كده، هضاعف الايه الكميه بالميه. يلا هروح هجيب الميه واكبها اهو يا جماعه. وحطيت الميه ودقت الحدق بتاعه، وهسيبه بقى يغلي مع نفسه، ونرجع بعد شويه نشوف شكله عامل ايه اهو يا جماعه. حطيت الحاجه على الفحم اهي، ولعت النار فحمايه كده على البوتاجاز، ورحت حطاها على بقيه الفحم، وقعدت اهف شويه كده لحد ما النار كلها ولعت، ورحت رص عليها الايه الشيشه اهو يا جماعه. الشيش طاووق قدامكم اهو يا جماعه. طريقه سهله وجميله على الفحم. جربوا اعملوا، ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. وبكده يا جماعه اكون خلصنا اكلنا بتاع النهارده اهون، وعملنا شويه طحينه اهون، والرز البسمتي والفراخ مش قادره اقول لكم على حلاوتها، حاجه كده جميله ترد الروح. ما تنسوش يا جماعه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. باي باي.